اعلم أن الله لا يحب كل مختال فخور. في الأول كده لازم تفهم إن الكبر لا بيزود الإنسان قوة ولا هيبة، بالعكس ده بيبعده عن رضا ربنا وبيخليه يخسر قلوب الناس اللي حواليه. صحيح يمكن في لحظة كده تحس إن أنت أعلى من غيرك بفلوسك أو بنجاحك أو بعلمك، بس الحقيقة بقى إن كل ده رزق من عند ربنا مش من نفسك، واللي اداهولك قادر يسلبه منك في غمضة عين. التواضع يا صاحبي مش ضعف زي ما ناس كتير فاكرة، التواضع قوة بتثبت بيها إن أنت واثق في نفسك من غير ما تحتاج ترفع صوتك أو تستعرض اللي عندك. والجميل بقى في الموضوع ده إن الشخص المتواضع ربنا بيرفعه أكتر وبيبارك في رزقه وبيخلي ليه قبول عند الناس. علشان كده بقى في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن 7 خطوات عملية لو مشيت عليهم هتتعلم ازاي تسيب الكبر على جنب وتعيش بتواضع يخليك قريب من ربنا وقريب من قلوب الناس. فخليك معايا بقى كده للآخر، يمكن كلمة صغيرة في الخطوات دي تكون سبب تغيير حقيقي في حياتك أو حياة ناس غيرك. بس في الأول كده ما تنساش تشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وما تنساش بقى أهم حاجة تفعل زر الجرس علشان تجيلك الإشعارات الجديدة أول بأول. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي افتكر مين مصدر النعمة. أول خطوة كده علشان تبقى متواضع بجد هي إنك تفتكر دايما إن كل حاجة عندك مش من شطارتك لوحدك، يعني صحتك دي ربنا هو اللي مديها لك، وفلوسك دي رزق من عنده، حتى عقلك وفكرك اللي بتفتكر دايما إن هم سر نجاحك برضه هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى. الفكرة يا صاحبي إنك لو فضلت فاكر إن النعمة جاية من عنده فعمرك ما هتتعالى بيها على حد أبدا. المشكلة بقى إن في ناس كتير أول ما بتنجح ويبقى عندها شوية فلوس أو منصب بيحسوا إن هم صنعوا نفسهم بنفسهم، وبينسوا إن في ملايين غيرهم حاولوا وما عملوش نفس الإنجاز، وده مش عشان هم أقل منهم ولا حاجة، لكن لأن دي إرادة ربنا واسمته. وهنا بقى بيجي الاختبار الحقيقي، ويا ريت تجاوبني عليه في التعليقات. يا ترى النعمة دي لما تجيلك هل هتشوف النعمة دي سبب إن أنت تتكبر وتتعالى على الناس، ولا هتعتبرها أمانة وتستخدمها صح؟ أنت يا صاحبي لما تفتكر المصدر فقلبك هيفضل لين ومتواضع. يعني مثلا لو ربنا وسع رزقك بدل ما تقول أنا شاطر وعارف أجيب الفلوس هتلاقي نفسك بتقول الحمد لله ان ربنا رزقني، وساعتها بقى يا صاحبي مش هتتغير ولا هتتكبر لانك هتفكر تساعد غيرك. اما بقى لو نجحت في حاجه فافتكر دايما ان في ناس تعبوا زيك ويمكن اكتر منك كمان بس ما وصلوش لحاجه، فاحمد ربنا بقى من غير ما تحس ان انت اعلى منهم. الوعي ده يا صاحبي بيخلي الانسان دايما في حاله من التواضع لانه عارف ان بكره ممكن يخسر كل حاجه لو ربنا اراد، وساعتها بقى اللي هينفعه مش الكبر لكن قلبه النظيف والتواضع مع الناس. الخطوة التانية بقى يا صاحبي هي اسمع أكتر ما تتكلم. من أكتر الحاجات اللي بتكشف إذا كان الواحد متواضع ولا مغرور هي طريقته في الحوار، وده لأن الإنسان اللي بيحب يفرض نفسه بالكلام الكتير وما بيديش فرصة للي قدامه يتكلم ده في الغالب شايف نفسه أعلى من غيره، لكن الشخص بقى المتواضع بيعمل العكس تماما، بيسمع قبل ما يتكلم وبيخلي اللي قدامه يحس إن كلامه ليه قيمة. كمان يا صاحبي الخطوة دي ليها جانب مهم تاني، وهو أنت لما تيجي تقعد مع حد ويلاقي نفسه بيحكي وأنت مركز معاه وبتبص له في عينه وبتهز براسك كأنك بتقول له أنا مهتم، فالشخص ده بقى بيحس هنا ان هو مهم عندك، وساعتها بقى هيحبك اكتر وهيحترمك. انما بقى لو قطعت كلامه او فضلت تقول انا وانا وانا فساعتها بقى هتسيب صورة ان انت مش مهتم غير بنفسك بس. وهنا بقى يا صاحبي بيظهر التواضع الحقيقي، لانك لما تسمع غيرك بتقول بشكل غير مباشر انا مش احسن منك وكلامك زي كلامي بالظبط له قيمة. حتى يا سيدي لو انت عارف الموضوع اكتر منه سيبه يخلص مش هتخسر حاجة، وبعدها بقى ابقى قول رأيك بكل هدوء. وخلي بالك من ان الاستماع ده مش معناه ان انت ساكت ابدا، ده معناه ان انت لازم تركز وتفهم وتشارك بملامح وشك وبكلمات بسيطة زي تمام وصح وعندك حق. ده كله يا صاحبي بيبين انك حاضر ومهتم. الجميل بقى ان انت لما تتعود تسمع اكتر ما تتكلم هتتعلم حاجات جديدة وتاخد خبرات من الناس، وهتكتشف ان كل واحد عنده قصة تستاهل تتسمع، وده في حد ذاته بيكبرك عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الناس. الخطوة التالتة بقى يا صاحبي هي ساعد من غير ما تستنى المقابل. بص يا صاحبي التواضع مش كلامه بس، التواضع أفعال، ومن أهم الأفعال دي إنك تساعد غيرك وإنت مش مستني منهم رد الجميل. يعني لو حد طلب منك خدمة أو شاف إن أنت تقدر تساعده بحاجة بسيطة زي كلمة طيبة أو ابتسامة أو حتى معلومة صغيرة فما تتأخرش عليه. وهنا بقى يا صاحبي لازم تاخد بالك من إن اللي بيكبر الإنسان بجد مش الفلوس ولا المنصب، اللي بيكبر الإنسان بجد هو القلب الكبير اللي بيدي بيه من غير ما يستنى مقابل. وعلى فكرة أنت لما تمد إيدك لحد محتاج حتى لو اللي عملته ده بالنسبة لك كان بسيط فبالنسبة
بالنسبة له ممكن يكون حاجة عظيمة جدا. وده بقى يا صاحبي سر التواضع، ان انت تحط نفسك في مكان الناس وتشوف ايه اللي محتاجينه بجد. المتكبر بقى يا صاحبي بيشوف ان المساعدة دي بتنقص من قيمته، كأنه اكبر من انه يعمل حاجة صغيرة. لكن المتواضع بقى بيساعد حتى لو في ابسط الامور، يعني ممكن تلاقيه واقف يساعد عجوز بيعدي الشارع، او بيطبطب على حد متضايق بكلمة تشجعه. وصدقني يا صاحبي الحاجات دي كلها بتفرق مع الناس أكتر من الفلوس والمنصب. وخلي بالك من إن المساعدة مش لازم تكون علنية، بالعكس المساعدة كل ما كانت في السر كل ما كانت أبرك وأقرب لربنا سبحانه وتعالى. الجميل بقى في الموضوع ده إن أنت لما تساعد من غير مقابل بتحس براحة داخلية غريبة، بتحس إن أنت إنسان حقيقي وإن قيمتك مش في اللي عندك لكن في اللي بتقدمه لغيرك. وده بقى يا بطل جوهر التواضع. أما الخطوة الرابعة بقى فهي ما تقللش من حد. من أهم علامات التواضع إنك ما تشوفش نفسك أعلى من حد، وما تقللش من أي إنسان مهما كان وضعه. يعني لو قابلت واحد فقير أو واحد تعليمه بسيط أو واحد مش عارف يتكلم بطلاقة أو حتى لابس هدوم عادية، فما ينفعش تبصله بنظرة دونية أبدا. وده لأن عمرك ما هتعرف هو عند ربنا عامل إزاي. الإنسان المتواضع يا صاحبي بيشوف كل الناس لهم قيمة وكل واحد له دور في الحياة. يعني ممكن يكون في حد بسيط جدا بس عنده قلب نظيف يساوي الدنيا كلها، ويمكن كلمة من إنسان بسيط تغير لك حياتك بالكامل. لكن المتكبر بقى بيشوف نفسه أعلى من الكل، وده طبعا بيخليه يخسر حب الناس واحترامهم. أنت يا صاحبي لما تحترم كل واحد مهما كان سنه ومستواه، فأنت كده مش بتكرمه هو بس، أنت كمان بتكرم نفسك. وده لأن الناس هتشوف فيك إنسان محترم ومتربي ومتواضع، وهنا بقى هتكسب مكانة أكبر بكتير من المكانة اللي ممكن تجيبها بالفلوس أو السلطة. وهنا بقى يا صاحبي خليني أقولك على حاجة مهمة جدا، وهي ان انت لما تتعامل مع الناس كلهم على انهم زي بعض هتحس بسلام داخلي، ومش هتبقى شايل هم ان انت تثبت ان انت احسن من حد، ولا هتتعب في الاستعراض. بالعكس انت هتعيش ببساطة وهتلاقي الناس بتحبك من قلبها. وعاوزك كمان يا صاحبي تفتكر هنا ان اللي بتقلل منه النهاردة ممكن بكرة يبقى هو السبب في ان انت تتعلم درس او يساعدك في موقف عمرك ما كنت متخيله. علشان كده بقى خليك متواضع واحترم الكل صغير او كبير. الخطوة الخامسة بقى يا صاحبي هي اعترف بأخطائك. بص يا صاحبي، من أكتر العلامات اللي بتبين قد إيه الإنسان متواضع هي إنه يعترف بالغلط. وده لأن المتكبر بيشوف نفسه دايما صح حتى لو الدنيا كلها شايفاه غلط، بيفضل يجادل ويبرر ويقنع نفسه إن هو مع الحق. لكن المتواضع بقى في قلبه دايما بيبقى نظيف وعقله مفتوح، وبيعرف يقول أنا آسف وأنا غلطت. وهنا بقى لازم تاخد بالك من إن الاعتراف بالغلط مش ضعف، بالعكس تماما ده قوة حقيقية، لأنك بتبين إن أنت شجاع وقادر تواجه نفسك قبل ما تواجه غيرك. والجميل بقى في الموضوع ده ان الناس بتحترم الشخص اللي بيعترف باخطائه اكتر من الشخص اللي بيحاول يبان كامل. كمان يا صاحبي هنا في جانب مهم جدا، وهو انك لما تعترف باخطائك فده بيخليك تتعلم اسرع، لانك ما بتضيعش وقت في المكابره لكن بتركز على ازاي تصلح الغلط ده. المتكبر يا صاحبي بيضيع وقته كله في الدفاع عن نفسه، لكن المتواضع بيستفيد وبيتقدم. وفي حياتك الشخصيه لو غلطت في حق حد فكلمه اسف صغيره ممكن تصلح حاجات كتير وتخلي علاقتك بالناس احسن بكتير. الخلاصة هنا يا صاحبي هي إن الاعتراف بالخطأ مش بيقلل منك، ده بيكبرك في عيون الناس وبيخليك إنسان حقيقي، إنسان قريب من قلوبهم وقريب من رضا ربنا سبحانه وتعالى. الخطوة السادسة بقى يا صاحبي هي امشي عادي واتكلم ببساطة. التواضع مش بس في التصرفات الكبيرة، ده بيبان كمان في أبسط تفاصيل حياتك زي طريقتك في المشي وكلامك مع الناس. المتكبر دايما بتحسه ماشي وكأنه شايل الدنيا كلها على كتفه، بيرفع راسه زيادة عن اللزوم وبيتمايل بخطواته كأنه بيقول بصوا عليا. إنما المتواضع بيمشي عادي بخطوات طبيعية ومن غير ما يحاول يلفت النظر. كمان جانب الكلام ده مهم جدا، لأن في ناس أول ما تمسك الميكروفون أو حتى تتكلم وسط مجموعة بتلاقي نفسها بتستعرض كلمات صعبة وألفاظ غريبة، وده طبعا علشان يبينوا إن هم مثقفين أو مختلفين عنهم. لكن الحقيقة بقى إن البساطة أجمل بكتير، وده لأنك لما تتكلم بكلام مفهوم وسهل فالناس هنا هتحب كلامك وهتقرب منك. التواضع يا صاحبي مش محتاج استعراض، بالعكس البساطة هي سر القبول. وشوف كده الناس اللي بتحبها بجد هتلاقي كلامهم هادي وطبيعي ومشيتهم عادية، لكن جواهم هيبة واحترام حقيقي. وده لأن التواضع بيخلي الناس تشوفك إنسان زي أي إنسان من غير حواجز ولا تصنع. الخلاصة هنا يا صاحبي امشي عادي واتكلم ببساطة وخليك على طبيعتك، وده لأن الناس مش محتاجة تشوفك مستعرض، الناس محتاجة تشوفك إنسان حقيقي.
الخطوة السابعة بقى يا صاحبي وليست الأخيرة هي خليك دايما شاكر. آخر خطوة كده هنتكلم عنها النهاردة علشان تعيش متواضع بجد هي إنك تكون دايما شاكر مهما كان وضعك. وهنا بقى يا صاحبي لازم تعرف إن الشكر مش معناه إنك تقول الحمد لله باللسان بس، لكن معناه إن قلبك يبقى راضي وقانع باللي عندك. وده لأن اللي مش راضي دايما بيبص لفوق وبيحس إنه ناقص، فيبدأ بقى يتكبر ويستعرض أي حاجة عنده علشان يغطي على إحساس النقص. إنما بقى الإنسان الشاكر حتى لو معاه قليل بيشوف القليل ده كتير وبيفرح بكوباية مية ساقعة في الحر أو كلمة طيبة من حد بيحبه أو نومة هادية بالليل. الحاجات الصغيرة دي يا صاحبي بالنسبة له كنوز، وده طبعا بيخليه مش محتاج يتباهى بأي حاجة. وانت بقى يا صاحبي لما تعيش شاكر فقلبك هيبقى مطمن وعقلك هيبقى مرتاح ومش هتبقى عايش في مقارنة مع حد، وده كله هيخليك متواضع من غير ما تحس، لأنك شايف إن كل حاجة فضل من عند ربنا مش من نفسك. الخلاصة هنا يا صاحبي خلي الشكر أسلوب حياة، وصدقني هتلاقي الكبر بيبعد عنك لوحده وهتعيش بقلب متواضع وراضي، وربنا سبحانه وتعالى هيرفعك في عيون الناس وفي درجاته. أما انت بقى لو وصلت لحد هنا فأكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه مشتركتش وتعمل لايك للفيديو ولو لسه ما عملتش، أول مرة تسيب لي تعليق كده تقول لي رأيك إيه في موضوع الحلقة دي وحابب نتكلم عن إيه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله.